ويلا بينا نقرب مع بعض ونسمع حكايتنا الجديدة. الشر اللي بتعمله بيرجع لك والخير كمان. كان يا مكان في أحد الأيام كان في واحدة ست طيبة جدا وبتحب تعمل الخير للي تعرفه واللي ما تعرفوش. وكانت كل يوم بتقوم الصبح بدري تعجن وتخبز العيش لولادها، بس كانت دايما بتعمل رغيف زيادة وتحطه على شباك بيتها لأي حد جعان يكون معدي فياخده. وكان كل يوم بيجي راجل فقير أحدب بياخد الرغيف من على الشباك بس من غير ما يشكرها ولا حتى يبص وراه، وكان بيردد دايما جملة غريبة: الشر اللي بتعمله بيرجع لك والخير اللي بتعمله بيرجع لك برضه، ويمشي من غير أي كلمة زيادة. الست دي في الأول كانت مبسوطة إنها بتساعد الراجل الأحدب الفقير ده، بس بعد شوية بدأت تتضايق وتقول لنفسها: هو إيه حكاية الراجل ده؟ لا بيشكر ولا بيحسس الواحد إنه مقدر المعروف، وكل يوم نفس الجملة الغريبة دي، هو يقصد إيه بالظبط؟ وفضلت تفكر في الكلام ده لحد ما جالها يوم وقالت: